غلطة واحدة بس ممكن تضيع منك سنين. 9 خطوات هتخليك مواطن أمريكي بكل ثقة. لو انت جرين كارد هولدر وبتقول انا تعبت وعايز ابقى مواطن، الفيديو ده هيكون معمول علشانك، علشان خاطر يمشيك خطوة بخطوة من غير لف ولا دوران. هتمشي معايا كأننا قاعدين سوا دلوقتي وبنرتب الطريق بكل هدوء وبكل وضوح. تنبيه سريع: الكلام ده تعليم عام مش استشارة قانونية لحالتك الشخصية. لو عندك قضايا أو ضرايب أو سفر طويل، لازم تقيم وضعك تقييم خاص جدا قبل التقديم. دلوقتي خلينا نبدأ، بس الفيديو ده اعتبره كأنه خارطة طريق لحد يوم القسم. أول خطوة: اتأكد إنك مؤهل صح، مش بس معاك جرين كارد. ناس كتير بتفتكر ان 5 سنين تعدي ويبقى يوم التقديم المفروض ان هو يكون موجود اوتوماتيك، من غير حساب حقيقي ان في مسارات معينة لازم تتحسب. واشهرهم قاعدة ال5 سنين لمعظم الناس، وفي قاعدة 3 سنين لو انت متزوج من مواطن او مواطنة امريكية، وبشروط معينة. المهم دلوقتي انك تعرف انك تقدم امتى بالظبط، تحت انهي قاعدة بالظبط. وفي ميزة ناس كتير بتقول ممكن تقدم بدري ب90 يوم، بس لازم يتم حساب الايام دي بشكل مظبوط جدا، لان الغلطة هنا هتكلفك وقت وفلوس كتير قوي. اسأل نفسك بكل صدق: انت الجرين كارد بتاعك 5 سنين ولا 3 سنين ولا وضع مختلف؟ لو مش متأكد من المسار، بلاش تتحرك خطوة قبل ما تتأكد. الخطوة التانية: احسبها بالورقة والقلم. إقامة مستمرة وتواجد فعلي جوه أمريكا، دي أكتر حاجة بتكسر حلم الجنسية الأمريكية. السفر الطويل أو العيشة بين بلدين، أول جزء هنا اسمه الإقامة المستمرة، وده معناه إن حياتك الأساسية هي جوه أمريكا. هو ده اللي أنت خدت علشانه البطاقة الدائمة، الجرين كارد. ضابط الهجرة والإميجريشن أوفيسر هيشوف بيتك وشغلك وروتينك اليومي، مش بس هيشوف إنه أنت قاعد هنا في أمريكا أكتر من 6 شهور وخلاص. في الوقت الحالي في تشديدات على النقط اللي زي دي. غياب 6 شهور أو أكتر ممكن يفتح أسئلة قوية جدا عن مكان الإقامة بتاعك. لو غبت سنة أو أكتر، غالبا هيكسر الشرط بتاع الاستمرارية ده، إلا إذا كان في يعني استثناءات ضعيفة جدا وضيقة جدا على الحالة بتاعتك. فما تستهونش بسفر طويل وتقول ده عادي، لأن العادي هنا ليه حساب. تاني جزء اسمه التواجد الفعلي داخل أمريكا، وده عدد أيام وجودك فعليا فيزيكلي بشخصك وبجسمك داخل أمريكا. لو بتقدم على قاعدة ال5 سنين، لازم تكون موجود هنا 30 شهر على الأقل، يعني حوالي 913 يوم في آخر 5 سنين من بعد ما خدت الجرين كارد قبل التقديم على الجنسية الأمريكية. الجملة الذهبية هنا قبل ما تقدم: اطبع جدول سفرياتك كله وخلي تواريخ الخروج والدخول قدامك، وما تسيبش اي حاجة للذاكرة خالص. لازم تجمع معلوماتك كلها من الجوازات السفر بتاعتك ومن تذاكر السفر، لو انت مش قادر تفتكر بالظبط الايام، او حتى اي سجلات تانية تثبت تحركاتك، لان سؤال واحد عن يوم غلط ممكن يعمل تأخير في الملف بتاعك انت في غنى عنه. الخطوة الثالثة: اقفل ملف حسن السير والسلوك قبل ما يتفتح عليك. حسن السيرة هنا مش كلمة حلوة وخلاص، ده باب كبير قوي بيتفتح وقت المقابلة. الملف ده ممكن يشمل مخالفات وقضايا وضرائب ونفقة أطفال وكل التفاصيل، وفي توجه واضح جدا دلوقتي عند الإميجريشن أوفيسرز أو عند إدارة الهجرة اليو اس سي اي اس لتقييم شامل، مش مجرد بس يعني تشيك على حسن السير والسلوك بتاعك. يعني ممكن يسألك على سلوكك العام، على التزاماتك المالية، على تصرفاتك بين جيرانك اللي بتبين المسؤولية دي عليك. لو عندك أي توقيف أو حتى قضية فيها الريست ليك، أو حتى لو كانت اتقفلت، جهز الورق المناسب بتاع هذه القضية. القاعدة البسيطة: أي حاجة حصلت رسميا لازم يكون ليها توثيق رسمي، لازم تقول عليه. خلي بالك الأنظمة هنا ما بتنساش، وهيظهر في الخلفية كل الكلام اللي انت قلته واللي انت ما قلتوش. فلازم تراجع الضرائب بتاعتك بجدية. هل قدمت في كل السنين اللي انت المفروض تقدم فيها ولا لأ؟ هل عليك ديون ضريبية ولا لأ؟ راجع اي التزامات نفقة او احكام مدنية مثلا لو في مشاكل اسرية، لان تجاهل كل الكلام ده هيضرك جدا لو انت بتقدم على الجنسية الامريكية. وطبعا لو حضرتك ذكر، مطلوب منك تسجل في السلكتيف سيرفيس اللي هي بتاعت خدمة الجيش في سن معين. لازم تتأكد من وضعك، لأن الموضوع ده في الوقت الحالي ممكن يأثر حسب الحالة والسن. أنا هنا مش بخوفك، أنا هنا بحاول إن أنا أحميك من مفاجأة ممكن تظهر في الملف الجنسية بتاعك أو في المقابلة بتاعة الانترفيو. الهدف هنا إنك تدخل وإنت مرتاح، مش داخل إنك تدافع عن نفسك من الصفر. الخطوة الرابعة: افهم امتحان الإنجليزي والتاريخ كويس جدا، واعرف الإعفاءات اللي على امتحانات الجنسية. ناس كتير جدا 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 بتأجل امتحان الجنسية لسنين طويلة جدا بسبب خوف من الإنجليزي أو من التاريخ، مع العلم ان انت كان ممكن تستفيد من الوقت ده كله في ان انت تذاكر الامتحان خطوة بخطوة. مع ان في استثناءات وتسهيلات رسمية كتير قوي ناس ما تعرفهاش
زي مثلا قاعدة انه انت اكبر من 50 سنة ومعاك الجرين كارد لمدة 20 سنة، او قاعدة ان انت اكبر من 55 سنة ومعاك الجرين كارد لمدة 15 سنة. الكلام ده بيدي اعفاء من الانجليزي بشروط معينة، وساعتها اختبار التاريخ والحكومة ممكن يتعمل كمان بلغتك الاصلية او باللغة العربية، او حتى ممكن يكون مع مترجم. وفي تسهيلات كبيرة جدا للناس اللي هي فوق ال 65 سنة ومعاها اقامة طويلة هنا في امريكا اكتر من 20 سنة، بيحاولوا ان هم يسهلوا عليهم الاسئلة ويدوهم اسئلة في التاريخ بتكون يعني اسهل نسبيا من الاسئلة التانية. وفي استثناء طبي مهم جدا، لو عندك إعاقة أو حالة نفسية معينة تمنعك من الامتحان، ساعتها النموذج اللي هو بتاع الكشف الطبي ده مخصوص للنقطة دي، بيتقدم بشكل رسمي مع ملفك في الأول. المهم إنك ما تسيبش الخوف هنا يوقفك، وإنت ممكن تكون مؤهل بالفعل لإعفاء من دول. خد المعلومة الصح واشتغل صح بدل ما تدفع وقتك من غير أي سبب. الخطوة الخامسة، جهز ملفك كأنك داخل مقابلة مصيرية مش مجرد مقابلة حظ. النجاح بتاع نموذج ال N400 بتاع الجنسية الأمريكية مش هيكون حظ ولا هيكون صدفة. النجاح في ملفك لازم الملف يكون مترتب واجاباتك ثابته. تخيل ان ضابط الهجره قدامه عشرات الملفات، الملف المترتب بيختصر وقت كبير قوي عليه. جهز صور الجرين كارد الوش والظهر، وخلي كل النسخ اللي انت بتقدمها تكون واضحه للقرايه وكل البيانات تكون مظبوطه. جهز كل جوازات السفر بتاعتك، طبعا لو انت جوازاتك القديمه اللي انت بتسافر بيها انتهت لازم برضو تقدم صوره منها وخليها موجوده يوم المقابله معاك. جهز سجل السفر بتواريخ دقيقه جدا وخليه مطابق لاجابتك في الطلب. جهز مستندات الضرائب، والافضل يكون عندك ما يثبت تقديمك للضرائب بانتظام. وطبعا لو متزوج من مواطن او مواطنه امريكيه لازم تجهز شهاده الزواج بتاعتك واي مستندات طلاق او وفاه حصلت في وقت سابق. لو عندك اي قضايا او مخالفات هات الحكم النهائي بتاع هذه القضايا، او حتى الحكم بتاع الاغلاق الرسمي النهائي لهذه القضايا. لو اشتغلت بره امريكا لفتره معينه مثلا لازم تجهز ما يثبت ان مركز حياتك هنا في امريكا، زي عقد ايجار بيت مثلا، او عقد ايجار شقه، او فواتير، او شغل، او حسابات بنكيه ساريه. اي شيء لازم يربطك بامريكا. هدفك انك ما تسيبش امريكا، والهدف الاساسي انك ما تسيبش اي سؤال من غير اي دليل، وما تسيبش اي فجوه هتكون عند الاميجريشن اوفيسر للشك. الخطوه السادسه، انك لازم تقدم صح. اختار هتقدم عن طريق التقديم الورقي او التقديم الاونلاين. بسبب الاستعجال في ناس كتير قوي هنا بتبوظ اوراقها او بتستهين باسئله معينه في الطلب، او حتى بتبعت رسوم خطا. فبلاش تعتمد على فيديو قديم او فيديو جديد، ولازم تبص على الاديشن ديت في الابلكيشن وعلى الرسوم الموجوده حاليا، لان الرسوم دي بيتعمل لها تحديث باستمرار من قبل اداره الهجره. تاني نقطه هنا اهم من الرسوم، ممنوع اي كذب او تزوير او تضارب في اي تناقض بين اجاباتك والسجلات اللي انت بتقدمها. ممكن يتعمل تأخير عليك او مشكلة كبيرة لو في سؤال انت مش فاهمه وجاوبته غلط. فمن الافضل انك ما تجاوبش بعشوائية، ما تقولش ان انت بتقدم ابلكيشن وخلاص. في الوقت الحالي الكلام ده ما بينفعش خالص. لازم تخليك دقيق جدا في اوقات السفر بتاعتك والعناوين والشغل، لان دي اكتر نقاط بتتراجع من قبل إدارة الهجرة. وافتكر إن المراجعة مش بس عند تقديم الملف، المراجعة لحد يوم القسم. يعني لازم تحافظ على وضع كويس جدا جدا وخليك ملتزم لحد اخر خطوه. الخطوه السابعه، البصمات والخلفيه بتاعتك. بعد التقديم غالبا هيجيلك ميعاد بصمات الاول وفحص الخلفيه اللي هو باك جراوند تشيك، وده كله هيتم بشكل طبيعي جدا. ده هنا مش تهمه عليك ولا استهداف، دي اجراءات بتعملها اداره الهجره للتاكد من الهويه بتاعتك. والسجلات اللي بتضيع ناس كتير هنا ان هم بيفوتوا ميعاد البصمات ده، او بيتجاهلوا خطابات، او بيغيروا عنوانهم وما بيبلغوش اداره الهجره، فبتبعت خطابات على عناوين قديمه، فالرسائل دي بتضيع وبتضيع عليك شهور. خليك متابع لحساباتك وللرسائل اللي بتجيلك، واعتبر ان كل اشعار مهم جدا. اي تاخير بسيط في الخطوه دي ممكن يزود شهور على ملفك، يعني ملهاش اي لازمه. فخلي الالتزام هنا خط احمر لانك قربت من المرحله الحاسمه. الخطوه الثامنه، مقابله الجنسيه واختبار السيفيك تيست. المقابله غالبا هتتم على 3 اجزاء واضحه ومش محتاجه رعب ولا توتر خالص. اول جزء هو جزء مراجعه البيانات، وبعد كده جزء الانجليزي، وبعد كده جزء السيفيك تيست او
تاريخ الحكومة. طبعًا هنا الinterview بتاعك هو الimmigration officer لازم يتأكد إن أنت مؤهل وكلامك ثابت، عشان كده لازم تراجع إجاباتك كلها قبل المقابلة. أنا دايمًا بانصح الناس إن تخلّي معاك نسخة من الapplication اللي أنت قدمته، علشان خاطر تراجع الإجابات بتاعتك كلها، خصوصًا السفر والعناوين والشغل. وطبعًا لازم تحاول تذاكر أسئلة الcivic test دي بفهم مش بحفظ أعمى، يعني لو غلطت في حاجة بسيطة مش بتغيّر المعنى مش هتكون خطأ، ممكن يحسب لك السؤال صح. وحضّر طبعًا أصول المستندات المهمة بتاعتك علشان خاطر ما تتحرجش لو اتسألت فجأة في ميعاد المقابلة أو الinterview. لو عندك إعفاء أو تسهيل جهّز مستنداته الرسمية بشكل واضح. القاعدة الذهبية هنا أي حاجة قُلتها في الطلب لازم تقدر تثبتها بسهولة. الخطوة التاسعة يوم القسم وبعد يوم القسم، تفاصيل ناس كتير بتنساها لو اتوافق على الملف بتاعك. طبعًا مبروك لو أنت اتوافق على الملف بتاعك، بس لسه في خطوة أخيرة اسمها قسم الولاء. اليوم ده هو يوم ختام المرحلة كلها، وبعده بتبدأ مرحلة جديدة جدًا من حياتك بشكل رسمي بعد القسم، إنك تقدم على جواز السفر الأمريكي في أسرع وقت ممكن. ولازم طبعًا تحدث بياناتك في السوشيال سيكيورتي، أو لو أنت طلبتها في الapplication بتاع الجنسية يقدروا إن هم يعملوا cross reference للمعلومات بتاعك ويحدثوا بياناتك هم في السوشيال سيكيورتي، عشان طبعًا السجلات كلها تبقى صحيحة. وطبعًا لو محتاج لازم تحدث جهة العمل بتاعتك أو الHR اللي في المكان بتاع العمل بتاعك، وتقول لهم إن أنت حصلت على الجنسية الأمريكية. ولو حابب إنك تصوّت في الانتخابات ساعتها لازم تسأل على الإجراءات في الولاية اللي أنت عايش فيها وتسجّل بالطريقة الصحيحة. الفكرة إنك تقفل الدايرة بشكل كامل وتثبت كل التحديثات دي على أرض الواقع. دلوقتي خلّيني أقول لك أقوى 7 أخطاء بتكسر طريق الجنسية الأمريكية بتاعتك. غلطة رقم 1 سفر طويل من غير حساب الإقامة المستمرة بدقة. غلطة رقم 2 عدم تحقيق ال30 شهر تواجد فعلي في خلال ال5 سنين هنا في أمريكا. غلطة رقم 3 تجاهل الضرايب بتاعتك أو ديون أو في نفقة أطفال متراكمة مثلًا لو في مشاكل أسرية. غلطة رقم 4 الاستهانة بأي توقيف قديم حتى لو كان من غير إدانة. غلطة رقم 5 الخوف من الاختبار مع وجود إعفاءات وتسهيلات ليه. غلطة رقم 6 إجابات غير دقيقة في الابلكيشن بتاع الN400 بتعمل تضارب مع السجلات بتاعتك. والغلطة رقم 7 التقديم قبل ما تجهز الورق بتاعك فتدخل في طلبات إضافية أو RFEs أو تأخير في الملف بتاعك. لو نفذت ال9 خطوات دول بكل هدوء أنت كده بتقلل جدًا فرص الرفض والتأخير، وبتزود من فرص إن القسم ييجي على طول ويبقى في أقرب وقت ممكن. أنا عايزك تطلع من الفيديو ده بعقلية واحدة، إن الدقة أحسن من السرعة، وخلّي هدفك إن الضابط يلاقي ملفك مترتب وإجاباتك ثابتة وواضحة. لو أنت عاوز توجيه عام خلّيني أعرف أنت واقف فين في ملفك دلوقتي بالضبط، اكتب لي في التعليقات مثلًا أنا واقف في الخطوة رقم كذا من خلال الخطوات اللي أنا قُلتها، وأنا هاحاول أدّيك توجيه عام على قد ما أقدر. بس لو أنت محتاج استشارة قانونية لازم طبعًا تتواصل مع محامي الهجرة الخاص بيك. أنا عندي هنا في القناة فيديوهات كتير خالص عن كل حاجة تقريبًا تخُص السفر والهجرة والمعيشة هنا في أمريكا. بس لو أنت فعلًا عايز تعرف أسرع رحلة للجنسية الأمريكية في 5 شهور بس من وقت التقديم لحد الموافقة، اعمل لك دلوقتي كوباية شاي محترمة واتفرّج على الفيديو ده دلوقتي. شكرًا جدًا لمتابعتك، أتمنى لك كل التوفيق.